السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن إخواني سأشرح لكم معنى دعاء الاستفتاح في الصلاة، وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تعالوا معي إخواني الكرام لنعرف معنى هذا الدعاء الذي دائما نتلوه في صلاتنا. طبعا يوجد أدعية أخرى غير هذا الدعاء، ولكن أنا اخترت هذا الدعاء لسهولته. وهذا الدعاء إخواني يرويه أبو داود، ومعناه تنزيه الله عن كل ما لا يليق به. فقولك سبحانك اللهم وبحمدك يعني أنزهك يا ربي عن كل شيء لا يليق بك من الشرك والصفات الناقصة كالنعاس والنوم والعجز ونحو ذلك. فهو سبحانه منزه عن كل نقص وعن كل عيب، وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وأما قولك وتبارك اسمك يعني بلغت البركة النهاية، كل البركة عنده سبحانه وتعالى. وأما قولك وتعالى جدك يعني عظمتك وسلطانك، يعني تعالت عظمتك يا ربنا. وقولك ولا إله غيرك معناه لا معبود بحق سواك يا الله، فهو المعبود بالحق سبحانه جل في علاه. هذا والله تعالى أعلم. أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا، إنه جواد كريم.